منور والينا الخاصة جميع أمواتنا المسلمين عما على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكمل مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى الله من عليها وأنت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل ووسيلة تكبر فما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله سبحان الله بحمده وما اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك وفي هذا المجلس المبارك هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بكر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج رسول الله تقرأ أمة المؤمنين سيدنا خديجة بن عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمد العباس الحسن حسين علي محمد علي زين العابدين محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي رسول محمد النجيب وسيدنا عيسى بن النجيب بن محمد المهاجر الله أحمد بن عيسى عبد الله سيدنا على القاسم سيدنا محمد صابر بن باز سيدنا أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصولهم وأفضل الحبيب عم الفقيه سيدنا حبيب علي وغير الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صابر الدرك إمام محمد مولد الدويلة سيدنا الفقيه الرحمن السقاف وشحمان محضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر إدو حبيب بكر عدل شيخ بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم الحبيب محمد عبد الرحمن العطاش عن بن الوارث والحداد وأصولهم وفروهم كتب شيخ بكر جلاني شيخ محمد البداوي شيخ محمد الرفاعي شيخ إبراهيم السقي أبي حسن شديد شيخ محمد البوسري صاحب برده حبابا شيخ سلطان شيخ محمد الدجاني شيخ سليمان الجزيري محمد حبيب علي بن الله الإدوس وأصولهم وفروهم وجن حبيب علي بن حسن العطاس وأصولهم وفروهم وجن علي بن الله السقاف وأصولهم وفروهم الحبيب من السقاف صافي حبيب حامد بن حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأرشه الحبيب أحمد محمد مولى يوسف عبد الأسني الحبيب أحمد بن زين الحبيب شيخ إبراهيم الفقيه محمد بن الحبيب حسن بن صالح البحرين الحبيب عبد الله الفقيه عبد الله حسين بن طاهر واخوان حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر الحبيب بكر بن الله العطاس وصولهم وفروهم الحبيب علي بن زين الحبشي والحبيب عبد الله محمد احمد حبيب علوي بن علي محمد بن حسين الحبشي بن سقاب محمد بن هادي سقاب وصولهم وفروهم الحبيب عبد الله شهاب احمد محمد محضار ولسين الحبيب عبد القادر بن محمد سقاب والحبيب مصالح المحضار ولسين الحبيب عبد الرحمن مصطفى الادروس من تارم واهلا من زمل سادة عالم جاوز سادة علوي ولسنين الحبيب حامد بن علي بن الله حدار اخوان حبيب حامد وصولهم وفروهم الحبيب احمد بن علي بن سالم شيخ بكر بن سالم وصولهم وفروهم الحبيب عبد الله بن سالم الكاب شيخ بن احمد بن شاب الحبيب احمد بن شيخ بن احمد بن شاب شاب عبد الله بن شاب الحبيب حامد بن محمد بن شاب وصولهم وفروهم من الحبيب الرحمن النوار ومسعى يباريه من تمسكوس محمد ولسن الحبيب أحمد بن حسن أبشي وأصولهم وفروهم الحبيب أحمد بن محمد الكاب شيخ عبد البحسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شهاب بكر بن شهاب عبد القادر الروس والحبيب علي بن الرحمن النوار وأصولهم وفروهم الحبيب علي بن شيخ بن سقاب وأصولهم وفروهم الحبيب محمد بن عمر بن الأخيرة وأصولهم وفروهم ثم إلى روم اجتمعنا ها هنا بسبب
إلى الخصوص القيوم الحبيب عبد الرحمن محمد المنور بابا مس أيوبريا بنتي مس أغوس محمد أن الله يغفر لهم ويرحم برحمة والدينا ولهم خاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة من النار وإتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف اجمعنا وإياهم والمسلم في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سير أسرار فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ربنا تقبل منا انكم سميع عليم تب علينا انك انت الرحيم باب الله تحياتي والسلام الحمد لله رب العالمين. يا سيد الرسل يا طاهر الله الله يا غاية القاصد والشاني صلى عليك العدل القادر في كل وقت وأحياني في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر الله الله يا غاية القصد والشاني صلى عليك العلي القادر في كل وقت أحياني في كل وقت وأحياني صوت الغنى يشرح الخاطر تذهب به كل أحزاني يا فاتح الباب يا فاتر أصلح قصودي مع شاني أصلح قصودي مع شاني يا سيد الرسل يا طاهر الله يا غاية القصد والشاني صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني كل وقت ياني لك جود يا ربنا وافر قد عم قاسي مع الداني الليلة القالب والخاطر زالت به كل أشجاني زالت به كل أشجاني يا سيد الرسل يا طاهر الله الله يا غاية القصد والشاني صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني في كل وقت وأحياني صوت المغاني كما الماطر لوحة يا صحابنا الثاني
شي ظاهر وامر البناية إلى الباني وامر البناية إلى الباني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القاصد والشاني صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني في كل وقت وأحياني. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاة الحال وأن الله يغفر الذنوب ويسر الكروب ويشر الكروب ويستر عيوب بارك لنا ولكم في كل حال وفي أهل والمال والإيان وفي لوالدينا ووليكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتولى النبي بلايته ويحفظ من شر البريدة تكسيرنا في حق النبي وفي حق أزواجنا وحقوق جميع المسلمين ويبارك لنا في أوقاتنا وقلنا وإياكم زل معاصية إلى عز الطعان من حد نكسر أجل معالي ومن كل حارة دانية إلى كل حارة مرضية ويشفي أمراضنا ويسيء أغراضنا وترى عملنا مع الأذن والعافية واحسن سبقتنا وحسن خاتمة لنا وعلى كل ما نوى حبيب علي محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي أن الله النية نيتهم وعمل عمل أخلاق أخلاقهم على كل حد النية وكل صلاة سر أسرار الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الهاد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسداد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
يا ربي صل على محمد يا ربي صل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام يا سلام عليك أزكى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك أزكى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك، السلام أصفى الأصفياء، السلام السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك من رب السماء، السلام عليك، السلام عليك من رب السماء، السلام عليك، السلام عليك دائم بلا انقضاء، السلام عليك، السلام عليك دائم بلا انقضاء، السلام عليك، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك، السلام على المشفع في القيامة، صلى الله عليه، السلام على المشفع في القيامة، صلى الله عليه، السلام على المضلل بالغمامة، صلى الله عليه، السلام على المضلل بالغمامة، صلى الله عليه، السلام على المتوج بالكرامة، صلى الله عليه، السلام على المتوج بالكرامة،
صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره الكسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى من انتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى. لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقله معانيه الجنان.
انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم في الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين، هاو لوصف الكمال متلك والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبتون، فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه،
وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار وظهوره وبهر. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعسر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المحلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار مسك الختوم. الله
عنده بضاعة يسوم الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار مسكين الخطوب موسم الخير كل الحال سوقه يحب شدوا إليه رحلوا جدوا إليه العزوم الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على مختار مسكين الخطوب يا سيد الرسل نظره للفقير الغشوم يا رب صل على المختار رزق الخطوب نظره بعين العناية للعديم ظلوم يا رب صل على المختار رزق الخطوب نبغى شفاعة كبيرة منك ساعة تقوم يا رب صل على المختار مسك الخطوب لنا ومن قد حضر معنا طواف القدوم يا رب صل على المختار مسك الخطوب عليك صلى إلهي ما طلعني النجوم يا رب صل على المختار مسك الخطوب والآل والصحب والهايم على ما تحوم يا رب صل على المختار مسك الخطوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه. كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله فتنقل عليه. هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي من مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله تغشى شرف الرسل العطائب وتعم العالى جمعا ما بدا نور الكواكب صلى الله
أقبل السعد علينا والحنى من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله نشا أشرف الرسل العطائب وتأم الآل جمال ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله أشرف الرسل العطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب يا شريف العسل لوزنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عارف أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطارب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا كريما يا رحيما جد واجل بالمطالب من تواجه نحو بابك من راجع من ذاك غائب واغفر زاد بعبد قد عتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعا وبدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه فهنا قربا ونودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن بهن بترهيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بالتبديل للعالمين داعين لا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
والقدرة كتبت إلى هذا المستور ليبرز نور كاملا في علام الظهور نورا فاق كل نور وعلمد الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند ولي أمة تعنيدا لجنابها المسعود ومشاركة بهذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة المريم والسيدة آسيا ومعهما من الغور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق شبه الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد فاطربوا يا هلال مساني فهزار اليوم غرد واستضيئوا بجبال فقبل الغصن تفرد ولنا البشرى بسعد
مستمر ليس ينفد حيث أعطينا أضاء جماع الفخر المحمد يا نبي أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشرته به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا
ويكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومزهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبالترائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أسماء برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم بركاته والشرب بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قترنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكسب لهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابزد العدل بولاد الحق في النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إلى منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah subhanahu wa ta'ala biya salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati hari lahirnya junjung agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang mulia ini yaitu di rumah salah satu wali min auliyaillah yaitu Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Munawwar. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Bagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu manaqib dan mau'izatul hasanah, kami akan mengumumkan peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam Jumat tanggal 19 Rabiul Awal, peringatan Maulid akan diadakan di Masjid Al-Ansor bertempat di Jalan Nurdin Panji, Kebun Sayur, Kelurahan Sukarami. Dan untuk malam Sabtu, malam ke-20, peringatan Maulid akan diadakan di Musholla Siratul Falah bertempat di Lorong Sederhana 13 Hulu. Dan pada malam Ahad, malam ke-21, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Ta'lim Anwarul Habib bertempat di Bengkel Tiara, Jalan Bambang Utoyo, Lumabang. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk mau'izatul hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh dua orang penceramah yang insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al Habib Abdurrahman Masyhur bin Al Ustaz Muhammad bin Husin bin Syihab, dan dilanjutkan dengan tamu kita dari Hadramut, Asy-Syaikh Muhtar bin Hasim Jamil, yang akan diterjemahkan oleh Al Ustaz Al Habib Nizar bin Ikram bin Syihab. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan manaqib singkat Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Munawwar yang akan disampaikan oleh Al Habib Muhammad Hafiz bin Abdullah Al-Kab. Wa alaihim falyatafaddal. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli aswari wa ala ali wa sahbihi an-nur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita pada malam hari ini dalam melaksanakan rangkaian Maulid di bulan Rabiul Awal. Untuk mempersingkat waktu, Al-Fakir meminta izin untuk membacakan sekelumit dari manaqib Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Munawwar. Sebelum mengenal lebih dekat Al-Arif Billah Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Munawwar, ada baiknya jika kita mengetahui kisah hijrah ayah beliau yaitu Al Habib Muhammad bin Abdurrahman Al Munawwar dari Hadramut ke Palembang. Al Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Agil Al Munawwar, ayah Al Habib Abdurrahman Al Munawwar, Al Habib Muhammad Al Munawwar, dilahirkan di Sewun, Hadramut pada abad ke-12 Hijriah. Sejak kecil beliau dididik dengan keras, baik mengenal ilmu agama maupun perniagaan. Setelah menginjak dewasa dan dirasa cukup ilmunya, Al Habib Muhammad diizinkan oleh kedua orang tuanya berhijrah untuk berdakwah dengan didampingi oleh saudaranya yaitu Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Munawwar. Al-Kisah sampailah mereka ke negeri Palembang Darussalam. Di Palembang, Al Habib Muhammad mempersunting seorang syarifah bernama Fatimah binti Hasan bin Abdurrahman Al-Habsyi
Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai 2 orang putri dan 1 orang putra, yaitu Syarifah Alawiyah yang menikah dengan Al-Habib Ahmad bin Alawi Asgaf. Yang kedua ia Syarifah Nur yang menikah dengan oleh Al-Habib Pangeran Syarif Ali bin Husain bin Syahab dan Habib Abdurrahman. Pada tahun 1231 Hijriah, istri beliau Syarifah Fatimah berpulang ke rahmatullah. Berselang 1 tahun kemudian Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Munawwar pun wafat. Keduanya dimakamkan di pemakaman Aulia dan Habaib Kamangkoci, Bom Baru Palembang. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar dilahirkan pada abad ke-13 Hijriah. Beliau diasuh dan dididik oleh ayahnya serta para alim ulama dan aulia yang ada di kota Palembang pada waktu itu. Sejak kecil beliau aktif menghadiri majlis-majlis taklim serta selalu duduk bersama kaum solihin. Demikian pula di bidang usaha, beliau juga dikenal tekun dan ulet, sehingga beliau tidak hanya dikenal sebagai dai, melainkan juga sebagai seorang pengusaha yang sukses. Beliau buah kapal yang diberi nama An-Nur yang kerap digunakan untuk melakukan perjalanan dakwah dan niaga ke berbagai daerah di Nusantara bahkan ke luar negeri. Al-Habib Abdurrahman memiliki banyak sahabat, di antaranya adalah Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kab, pendiri Masjid Jami Sungai Lumpur, dan Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab yang terkenal dengan pemakamannya. Hingga kini pemakamannya digunakan sebagai pemakaman kaum Alawiyin di Palembang. Pernah suatu ketika beliau bersama Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab melakukan perjalanan ke Singapura dengan kapal tersebut. Sepulangnya dari sana beliau mampir ke Mentok di Pulau Bangka untuk menemui Al-Habib Hashim bin Husin Mulakhela. Mengetahui bahwa Habib Hashim bersama jamaah Mentok sedang membangun masjid, beliau dan Al-Habib Ahmad segera membantu pembangunannya. Beliau mendatangkan marmer dari negeri Cina untuk digunakan sebagai lantai masjid. Kedermawannya juga terlihat dengan banyaknya bantuan beliau dalam membangun madrasah dan masjid, memberi makan yatim piatu, fakir miskin dan janda, serta memberikan biaya bagi siapa yang ingin menuntut ilmu ke luar negeri, khususnya Hadramut. Beliau memiliki 2 orang istri. Istri pertama bernama Syarifah Syifa binti Umar bin Muhammad Al-Habsyi, dan yang kedua bernama Masayu Balia binti Masagus Muhammad. Dari istri pertamanya beliau memiliki seorang putri yang bernama Syarifah Fatimah yang menikah dengan Habib Hasan bin Umar Al-Habsyi. Sedangkan dari istri keduanya beliau dikaruniai 4 putra dan 4 putri. Putra yang pertama adalah Al-Habib Muhammad yang merupakan pendiri sekaligus pengurus Madrasah Arabian School, walaupun akhirnya sekolah tersebut ditutup pada masa penjajahan Belanda. Al-Habib Muhammad memiliki beberapa orang istri, di antaranya adalah Syarifah Zainah binti Muhammad bin Syahab dari Kampung Muaro 10 Ilir Palembang. Putranya yang kedua adalah Al-Habib Alawi yang menikah dengan Syarifah Sida binti Husin bin Hamid. Putranya yang ketiga adalah Al-Habib Ali yang terkenal sebagai seorang waliullah. Beliau belajar di Sewon, Hadramut, dan berguru kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Al-Habib Ali memiliki 4 orang istri, yaitu Syarifah Aisyah binti Muhammad Fadak Mekah, Syarifah Nur Al-Musawa, Syarifah orang istri, di antara Syarifah Aisyah binti Abu Bakar Al-Hadi. Sedangkan putri-putri Al-Habib Abdurrahman adalah Syarifah Alawiyah yang menikah dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Ahmad Asgaf, Syarifah Nur yang menikah dengan Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Munawwar dari Singapura, Syarifah Syifa yang menikah dengan Al-Habib Abdurrahman bin Hud bin Muhammad Asgaf, dan Syarifah Rugwan yang menikah dengan Al-Habib Alwi bin Syekh Asgaf. Pada tahun 12 Rabiul Tsani 1306 Hijriah atau 1888 Masehi, istri Al-Habib Abdurrahman, Masayu Balia binti Masagus Muhammad
meninggal dunia. Berselang 4 tahun kemudian, tepatnya tanggal 27 Rejab 1310 Hijriah atau 1890 Masehi, Al-Habib Abdurrahman Al-Munawwar pun berpulang ke rahmatullah. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Munawwar yang terletak di pemakaman Aulia dan Habaib Telaga Swida 14 Ulu Palembang. Di pemakaman tersebut dimakamkan juga keluarga dan anak beliau kecuali 3 orang anaknya, yaitu Al-Habib Ali dan Syarifah Reguan yang dimakamkan di pemakaman Aulia dan Habaib Asgab 16 Ulu serta Al-Habib Alwi yang dimakamkan di Selamban, Malaysia. Hingga kini musola yang dibangunnya serta perkampungan tempat beliau tinggal dinamakan Al-Munawwar, dinisbahkan kepada beliau yang telah banyak berjasa bagi perkembangan dakwah Islam serta kemakmuran masyarakat Palembang. Demikian sekelumit riwayat hidup Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Semoga kita dapat meneladani suri tauladan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayat wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا فرح قلبي بالربيع ميلاد سيد شفيع بجاه من جاه الرفيع ربي يرحم للجميع بجاه من جاه الرفيع ربي يغفر للجميع بجاه من جاه الرفيع ربي يستر للجميع. Begitu senangnya hati kita di saat datangnya bulan Rabiul Awal. Persiapan demi persiapan kita siapkan untuk menjunjung kelahiran baginda agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga berkat baginda Nabi Muhammad yang kedudukannya agung di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insyaallah, amin. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita semua insyaallah, amin. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya rabbi thabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya rabbi ikbidna 'ala khairi millati wa umma usulan wa furu'an bi rahmati wa ahlan wa ashaban wa kulla qarabati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siyadatul habaib, banyak sekali daripada guru-guru yang hadir di hadapan kita pada saat ini. Terlebih lagi keberkahan demi keberkahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita dengan kehadirannya tamu kita daripada negeri Hadramut, yaitu Syekh Mukhtar Jamil dan sebagian habaib lainnya, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia mereka. Allah Subhanahu wa taala bantu perjuangan dakwah mereka, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yarhamni warhamkumullah. Ini adalah kebahagiaan yang hakiki, hakikat kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita galo-galo. Yang pertama, dengan kita dihadirkan, dengan kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempatnya kaum salihin, di tempatnya seorang yang saleh, seorang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, seorang yang menghabiskan hari-harinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Sama cak yang tegak namanya, insyaallah sama juga akhlaknya, sama juga perjuangan dakwahnya, amin amin ya rabbal alamin. Mereka inilah sumber kebahagiaan, mereka inilah adalah asal kesuksesan. Dikatakan oleh Syekh Abu Madian di dalam syairnya yang diawali dengan maladzatul 'aisy illa suhbatul fudara. Kemudian beliau mengatakan qaumun kiramun sajaya haitsu ma jalasu yabqa makanu ala atharihim atira.
Mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghabiskan waktunya untuk berdakwah, yang menghabiskan waktunya untuk di jalan Allah, yang menghabiskan waktunya untuk beribadah sujud kepada Allah, yang mana mereka dimanapun mereka duduk, dimanapun mereka tinggal, yabqa makanan fi atharihim atira, akan membekas tempat tersebut dengan bau wangi mereka. Mereka duduk mungkin 1, 2, 3 sampai 10 tahun, akan tetapi bau itu kita rasakan. Apalagi beliau yang menjadikan rumah ini sebagai tempat khalwat beliau. Beliau jadikan tempat ini untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita harap rahmat demi rahmat tercucurkan di tempat ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan, keuntungan, kesuksesan kita ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenang sosok baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabaraka wa sallam. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan saadah, untuk mendapatkan kesuksesan ini perlu langkah-langkah, perlu sepak terjang yang harus kita jalankan. Yang pertama dikutip daripada Alkitab Jawahir Lu'lu'iyah, dikatakan oleh Sayyidina Imam Dhunnun Al-Misri. Beliau mengatakan alamatu sa'adatu khamsah. Nak kita menjadi wong yang sa'adah, wong yang jadi senang terus katik susahnya. Nak kita nak menjadi wong yang bahagia terus, ada 5 cara ni. Dikatakan oleh Dhunnun Al-Misri. Yang pertama, hubbus salihin wa danu minhum. Yang pertama, kita harus cinta dulu kepada wong soleh dan kita mendekat kepada mereka. Kita dekat kepada mereka, kita cium tangan mereka, kita datangkan mereka, kita cium tangan mereka dengan penuh ta'zim. Jangan kita nunggu mereka dak katik lagi barulah, ya Allah Habib itulah meninggal pula. Coba masih ada doa ya alang kelemaknya, tinggal penyesalan. Pas masih hidup kau kemana? Habib tak katik lagi baru mencari. Ini yang kita rasakan sekarang. Di saat mereka ada kita lalaikan, kita nandak parak sama dia. Padahal hakikat kesenangan di saat kita dekat kepada mereka. Yang pertama kata Dhunnun Al-Misri, mencintai orang soleh dan mendekat kepada mereka. Yang kedua apa? Tilawatil Quran. Yang kedua tilawatil Quran. Kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca ayat demi ayat, fahami maknanya, resepi. Jangan baca belum sadaqallahul azim kelar. Bukan itu yang kita harapkan. Yang diharapkan biar kita bisa mendapat kategori sebagai sa'id, orang yang selalu bahagia, yaitu kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan benar-benar. Alhamdulillah di Palembang tidak kekurangan guru ngaji. Jalan 5 meter nyengok TPA, maju lagi TK, maju lagi TPQ. Makanya kata alasan untuk orang Palembang tidak paham ngaji. Kata alasan tidak paham ngaji karena banyak nian sekolah-sekolah, banyak nian tempat belajar ngaji. Maka yang punya budak masih kecil, yang punya ingonan di rumah, payo kita bawa ke tempat ngaji. Karena itu bakal dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga wasahar billail, bangun malam untuk ibadah kepada Allah, bangun malam untuk nangis kepada Allah, bangun malam untuk ngakui dosa kita. Ya Allah, dosa aku ni banyak nian ya Allah, ya Allah dosa aku ni ya Allah. Curhatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kesalahan kita. Itu tujuannya begadang. Bukan begadang buka TikTok scroll sampai langgar bunyi. Ini lain. Muka yang namanya PC book, muka yang namanya Instagram, buka namanya YouTube sampai pagi di scroll. Sudah dari Afrika berjalan lagi ke Eropa masih nak scroll terus. Mana istighfar ente? Mana salawat ente? Mana pendekatan ente kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sepertiga malam? Terlebih-lebih lagi di waktu malam. Makna kesuksesan atau kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan itu bukan wong yang begadang dengan sio-sio, bukan wong yang begadang dengan main-main, apalagi ngelepak kepala 12, tapi wong yang sa'ada sesungguhnya adalah wong yang bangun malam untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang keempat adalah mujalasatul ulama. Dekati ulama, duduk, kapan ada pengajian hadiri, tidak usah mandang bulu wani. Tidak usah mandang bulu. Ay ustaz ini sungkan aku ceramahnya. Ay ustaz ini tidak usah mele-mele. Selagi yang disampaikannya hak, selagi yang disampaikannya ilmu, hadiri. Dekati, pelok majelis mereka, karena itu adalah sumber kebahagiaan. Yang kelima adalah rigatul gulu, lembut ke hati. Jangan gampang suuzon, jangan gampang iri, jangan gampang dengki, jangan gampang marah-marah. Itu adalah hal yang paling buruk. Khoslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Dua hal yang tak katik di pocoknya daripada keburukan, yaitu suuzon kepada Allah dan suuzon kepada hamba Allah. Ini hamba Allah, apalagi suuzon sama ulama, hati-hati. Apalagi suuzon sama wong soleh, hati-hati. Makanya saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita galo-galo payo dengan keluar kita daripada bulan Maulid ini. Tidak keluar dari bulan Maulid kecuali hati kita sudah bersih. Katik lagi suuzon, hati kita bersih yang putih insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini adalah 5 tips atau 5 metode biar kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Tadi kita dengar ada 2 ikoknya apa dia? Duduk dengan wong soleh sama mendekat dan hadir di hadapan orang-orang yang soleh dan mencintai mereka. Ini adalah wong soleh. Cak mana kalau aslahus salihin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan lebih sa'id lagi gitu, akan lebih bahagia lagi gitu, akan lebih untung lagi gitu, akan lebih sukses lagi gitu di saat kecintaan kita cuma untuk si kok wong yaitu Sayyidina Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad itu di antara kedua mata kita. Di saat kita maju melangkah nak segala gawe apapun, maju melangkah nyingok dulu. Kira-kira kalau aku gawe gini Rasulullah ridho tak? Kira-kira kalau aku gawe gini Rasulullah kecewa apa bangga sama aku? Itu yang kita jadikan apa namanya tolak ukur amal perbuatan kita. Dan alhamdulillah Palembang ini tidak kurang-kurang mempersiapkan bulan Rabiul Awal dari Muharram, bahkan dari Safar. Men kamu tidak percaya, tanyalah sama Ustaz panitia arba'in di depan ini. Malam-malam, siang-siang duduk nyatet jadwal untuk mempersiapkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baca Maulid Habsyi di Fasal Fahina, di saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah siapkan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia. Allah hadirkan Siti Maryam sama Siti Asia untuk menjunjung kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keajaiban daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api majusi pidem, patung-patung gobo. Karena apa? Kelahiran junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dui kok itu be apa dihadirkan? Ida wa ma'ahuma minal huril ain. Hadir juga bidadari yang cantik jelito tuh. Bidadari gayanya sedap dijingok, hadir untuk menghadirkan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Wani disebutkan dalam riwayat, keringat bidadari itu kalau nyampak di bumi, setetes bae nyampak di bumi, itu sebumi bau kasturi. Kalau keringat wong rumah kita pahit. Kita alhamdulillah makanya senang-senanglah sama Nabi Muhammad. Senang-senanglah sama Nabi Muhammad. Senang-senanglah sama Nabi Muhammad biar pacak dapat kebahagiaan dunia dan akhirat, dan pacak dapat bidadari. Pengen tak dapat bidadari? Pengen tak hadir dan bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Tidak perlu panjang lebar lagi. Insyaallah sudah cukup sampai di sini. Sebentar lagi guru kita akan menyampaikan mau'izatul hasanah. Buka telinga kita. Tasbih masuk i kantong dulu. Tasbih masuk i kantong dulu, kita awasi, kita dengarkan.
jingok gai beliau, belagak pula lemak jadi dia awas. Dengok gai beliau, dengarkan mau'izatul hasanah beliau, sampai kita dengar mutiara-mutiara yang keluar daripada mulut beliau. InsyaAllah kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada salah kata, karena inilah yang bisa baca saya sampaikan. Wal afu minkum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله إذ لا محمود في هذا الوجود على الحقيقة سواه. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memulai, tidak ada yang ada pada hakikatnya kecuali itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala alladhi laulah ma istaqama alwujud illa biwasfihi wa ma'nahu. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan salawat serta salam yang kalau bukan karena beliau, maka tidak akan lurus urusan yang ada di atas muka bumi ini. Amma ba'd, سادتي الحبايب الكرام المدرسون الفضلاء مشايخي الأجلاء من خريجي دار مصطفى وغيره الحاضرون جميعا السامعون جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf daripada habaib, daripada syabab dan guru-guru saya. Saya tiba-tiba saya masuk, saya tak tahu di mana saya duduk. Tiba-tiba Masya Allah saya duduk bersama syabab, bersama habaib. Dan tiba-tiba saya lihat Masya Allah guru-guru saya depan. Allah, saya tak boleh diri, saya tak boleh duduk, saya boleh tukar, saya tak boleh benda. Saya pertama saya mahu meminta maaf daripada habaib, daripada guru-guru saya. Saya betul ini bukan sesuatu adab, tapi astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. واضح تترجم؟ لا واضح. ولكن جميعنا يشهد والحق أن تنزل حيث أنزلك حتى يكون الحق عنه نقلك. Akan tetapi semua menyadari hal ini. Yang paling betul, yang paling cocok bagi seorang hamba adalah menjalani apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempat dia duduk sampai Allah sendiri yang memindahkan tempatnya. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum jami'an fi sadril habib. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita orang yang terdepan dalam hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadaka as-sadr alladhi kulluna nurid an najlisa fihi wa amma as-sudur al-ukhra fa sadruha wa asfaluha sawa'. Tempat duduk yang ada di situ baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang kita harapkan. Adapun tempat duduk untuk orang lain itu tidak perlu kita harapkan. Walhamdulillah fi hadhihi al-laila hadhihi al-munasabah al-karimah khatm al-40 al-mawlid alladhi nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'al 'atayahu wafira min qibal haqqi 'azza wa jalla. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di antara malam daripada malam 40 malam Maulid, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita anugerahnya yang besar. Walhamdulillah fi bait Sayyid al-Imam al-Habib al-Arif billah Abdurrahman bin Muhammad bin Aqil al-Munawwar alladhi nas'alu Allah Subhanahu wa taala an yu'id 'alaina wa 'alaykum bi barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi fi din wa dunya wal akhirah. Dan kita berharap di rumah orang yang mulia ini Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Aqil Al-Munawwar, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kembali, menurunkan apa yang telah Allah berikan daripada anugerah, karunia dan nikmat dan kemuliaan darinya. Wa qad kana al-ulama yaqulun anna arwah as-salihin tazuru masakinahum wa hiya fiha akthar min makan quburihim. Para ulama mengatakan sesungguhnya para ruh dari para orang soleh itu sering menziarahi tempat tinggal mereka lebih banyak daripada mereka menziarahi kubur mereka sendiri. Qalu li'annaha amakinu taraqqihim wa amakinu qurbihim min Allah Ta'ala fatashtaq arwahuhum ilayha kama kanat mi'rajuhum fid dunya.
Itu dikarenakan tempat tinggal mereka, disitulah tempat mereka tinggi makom mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga roh mereka pun merindukan keadaan mereka di saat itu sebagaimana ketika mereka masih hidup, roh mereka mi'raj menuju Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tempat tersebut. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا وإياكم بأرواح الصالحين شمول الحنانة والرأفة إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rasa yang dimiliki oleh orang-orang saleh dan juga mereka pun merindukan, mencintai kepada kita. والحقيقة أيها الأحباب نحن وإياكم اجتمعنا فرحا برسول الله. Pada hakikatnya perkumpulan ini tidak lain hanya menunjukkan kebahagiaan atas baginda Rasul sallallahu alaihi وكفى wasallam. المؤمن شرفا وعظمة أنه فرح برسول الله. Cukup kemuliaan bagi seorang mukmin ketika mereka menampakkan kebahagiaan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi إذا فرح wasallam. الناس بدنياهم الحقيرة فرحنا بسيد الدنيا والآخرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kalau orang banyak berbahagia dengan perkara dunia yang hina, akan tapi kita berbahagia dengan orang yang paling agung di atas muka bumi ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن الفرح بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أعظم أمارات الإيمان. Kebahagiaan akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara yang paling besar daripada tanda keimanan seseorang. الحق سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakan wahai Muhammad, atas anugerah dari Allah dan rahmatnya maka dengan itu maka berbahagialah, dan itu lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan. والبشارة العظيمة أن من فرح برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادله رسول الله نفس الفرح. Kebahagiaan, kabar gembira yang paling besar adalah bagi mereka yang berbahagia dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dibalas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pun akan berbahagia dengan orang tersebut. ولكننا نفرح برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قدرنا، أما هو فداه آباؤنا وأمهاتنا فيفرح بنا على قدره العظيم صلى الله عليه وسلم. Kita hanya bisa menampakkan kebahagiaan kita atas kadar yang kita miliki. Namun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menampakkan kebahagiaan dan orang-orang saleh sebelum kita dengan kadar yang mereka miliki. أخرج الإمام ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم كان يمشي في سكك المدينة. Diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di suatu hari di lorong-lorong kota Madinah. فوجد جماعة من جواري الأنصار يحملن في أيديهن المزاهر وهن يجن في المدينة يمدحن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau pun di saat itu melihat di antara pelayan-pelayan daripada kaum Ansar yang membawa alat tabuh musik, yang mereka menabuh hal tersebut berbahagia akan baginda Rasul sallallahu alaihi وهن wasallam. يقولن نحن بنات من بني النجار يا حبذا محمد من جار. Mereka pun seraya bersorak berbahagia, kami adalah anak perempuan daripada Bani Najjar. Alangkah bahagianya kami kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi daripada tetangga kami. فلقيهن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi rombongan tersebut. فقال لهن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتحببنني؟ Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, apakah kalian mencintai aku? قالوا والله يا رسول الله إننا نحبك. Demi Allah wahai Rasulullah, kami mencintai engkau. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله يعلم إن قلبي يحبكن. Dia pun berkata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah mengetahui, sungguhnya hatiku ini telah tertanam kecintaan kepada kalian. فبادلهن الحبيب الفرح بالفرح والمحبة بالمحبة. Rasulullah membalas bahagia dengan kebahagiaan, cinta dengan cinta. والحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا زال بكرمه وحياته إلى أبد الآباد. Dan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih terus akan dengan keagungannya, dengan kedermawanannya hingga akhir kiamat. قال الإمام الصالحين رحمه الله تعالى أحد كبار الحفاظ قال أحدهم كان دائما يعقد مجلسا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجالس المولد. Diriwayatkan salah satu orang hafidh dari ulama hadis, beliau sering mengadakan majlis maulid. قال فأنكر عليه بعض الناس فعله هذه المجالس. Sebagian orang mengingkari yang dia perbuat, mengadakan majlis maulid. قال وفي ليلة رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dia pun berkata, hingga pernah suatu malam aku bermimpi melihat baginda Rasul sallallahu alaihi قال wasallam. فقلت له يا رسول الله أنا أعقد المجالس لأجلك وأطعم الناس يا رسول الله هل هذا يسعدك؟ Dia pun berkata, wahai Rasulullah, aku di malam-malam mengadakan majlis maulid
dan aku pun memberikan makanan pada mereka yang hadir. Apakah engkau bahagia akan hal ini wahai Rasulullah? قال فقال لي رسول الله يا فلان من فرح بنا فرحنا به. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, wahai fulan, orang yang berbahagia akanku maka aku akan berbahagia untuknya. فالحمد لله الذي أفرحنا وإياكم برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah yang telah membahagiakan hati kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi عز وجل wasallam. أن يديم فرحنا به وأن يكمل الله علينا النعمة بفرحه بنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kita berharap semoga ini hati terus berbahagia untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga kita pun mendapatkan kebahagiaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما ولد الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرح الكون كله إذ خرج النور المطلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh alam semesta merasakan kebahagiaan. ولم يحزن إلا شخص واحد. Tidak ada yang sedih dengan kelahiran Rasulullah kecuali hanya satu sosok. وهو إبليس اللعين. Dialah iblis yang terlaknat. أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح من حديث سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنه قال رن إبليس 4 رنات، والرن في اللغة العربية الصوت المرتفع بحزن. Sa'id bin Jubair bin Sa'id bin Mansur, beliau meriwayatkan ketika dilahirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaitan di saat itu menjerit dengan suara yang keras, 4 jeritan. لما ولد يقول رن إبليس 4 رنات. Ya, ketika Rasul lahir, رن إبليس 4 رنات. Iblis menjerit 4 jeritan. Iblis meragit 4 kali. Pertama waktu Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari syurga. Kedua waktu Allah Subhanahu wa taala turunkan dia dari angin. Keempat waktu Allah Subhanahu wa taala turunkan suratul Fatihah. Keempat malam kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, malam itu malam paling sedih di iblis alaihi la'natullah. Sesiapa tak gembira di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia macam iblis. Sebab tidak ada seorang sedih waktu kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam kecuali iblis. Sesiapa tak gembira, dia macam iblis. Tetapi kalau orang yang iman, orang ahli iman, waktu malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia gembira sangat. في تريم كانت هناك عادة عجيبة سبحان الله. يخبرني أحد مشايخنا من آل شهاب الدين قال عندنا في تريم كان ليلة 12 من ربيع. Di Tarim ada kebiasaan yang indah, menceritakan kepadaku salah satu guruku yang bermarga Syahabuddin. Katanya di malam 12 Rabiul Awal, قال قبل الفجر كان كل أهل تريم يوقظون أبنائهم قبل الفجر بساعات. Sebelum fajar berapa jam, orang Tarim semua akan membangunkan anak-anak mereka. ويغسلونهم ويلبسونهم أحسن الثياب. Memandikan mereka, memakaikan pakaian yang baik, yang indah. ويقدمون لأطفالهم الحلوى في تلك الساعة في الليل. Terus di malam tersebut memberikan, menjamu kepada mereka makanan-makanan dan manisan-manisan. قال الحبيب وسبحان الله قبل لحظات من الفجر تسمع كل بيوت تريم بصوت واحد النساء يزغردن هذه النساء قال تسمع تريم كلها من طرفها إلى طرفها يزغردون فرحا بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Hingga nanti sebelum fajar sedikit semua akan serempak mendengar suara dari perempuan. Apa bahasanya? Itu. Suara perempuan dari setiap rumah-rumah menjerit dengan apa bahasa Indonesia? Subhanallah. Bahasanya itu. Ini subhanallah qabla al-fajr. Itu sebelum fajar. قال الحبيب سبحان الله فتكون ساعة أنس في تريم عجيبة الناس يبكون وكأنها ساعة وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم. Di saat itu ketenangan yang indah di kota Tarim, bahkan kebanyakan manusia di saat itu menangis merasakan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إن المؤمنين إذا لم يفرحوا برسول الله سيفرحون بماذا؟ Seorang mukmin kalau tidak bahagia dengan Rasulullah, namun terus mau bahagia dengan siapa? اليوم شبابنا يفرحون بالكرة، اليوم شبابنا يفرحون بالمعاصي، اليوم شبابنا يفرحون بالكفار، اليوم شبابنا يفرحون بالفسقاء، اليوم شبابنا يفرحون بكل ساقط من عين الله. Sekarang para anak muda mereka berbahagia dengan para pemain bola, dengan ahli kufar, dengan fasaga, orang fasik, orang ahli maksiat, dan setiap perkara yang jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala mereka berbahagia. ما بقي مع المسلمين إلا الفرح بهذه الذكرى لعلها تعيد إلى قلوبهم الإيمان وشيء من النور.
dan tidak tersisa kecuali berbahagia dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan ini mengembalikan kepada hati mereka cahaya-cahaya keimanan. فالعاقل أيها الأحباب من المؤمنين من يتخذ من هذه الليالي موسما لإعادة النور إلى قلوب المؤمنين. Orang yang berakal menjadikan ini malam-malam untuk mengembalikan cahaya pada hati mereka. سبحان الله حينما كنت صغيرا أذكر حينما كانت تقام موالد الربيع كان هذا موسم التوبة. Aku ingat di masa kecilku kalau ada hari-hari bulan Rabi dengan maulid-maulid itu difahami, diingat dengan musim saat kembali kepada Allah. سبحان الله كان كثير من الشباب لا يصلون أو يرتكبون المعاصي فكان أيام المولد يحضرون الموالد. يحضر اليوم الأول اليوم الثاني يبدأ يبكي يبدأ يطلق لحيته يبدأ يدخل المسجد ثم ترى بعد الربيع ما شاء الله يعود الناس إلى الله أفواجا. Banyak anak muda yang sering bermaksiat, tidak sholat, tapi kalau sudah masuk bulan maulid mereka hadir. Malam pertama, malam kedua mulai menangis hingga tidak keluar bulan Rabi kecuali mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذه مواسم الخير العظيمة من فضل الله عز وجل. Ini adalah musim-musim saat-saat yang baik dengan keanugerah dari Allah Subhanahu wa taala. ولهذا الصالحون في هذه الأيام يفرحون فرحا ويطربون طربا لا يعد ولا يحصى. Orang-orang soleh sangat berbahagia dengan di malam-malam dan hari-hari ini yang tidak bisa disifati. شيخنا والدنا سيد الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ أعلى الله درجته في عليين. Al-Habib Ali Al-Mashhur, semoga Allah meninggikan derajat beliau. سنة من السنوات كان زواج ابنته في ربيع. Pernah menikahkan anaknya di bulan Rabi. فكان ما شاء الله الأسرة والأحباب كلهم يستعدون ويجهزون ويرتبون لأجل الزواج. Semua keluarga di saat itu sibuk menertibkan ini, menyiapkan ini dan itu hanya untuk pernikahan ini. وكلهم فرحانون ما شاء الله هذا زواج وزواج مبارك وزواج بنت الحبيب مشهور بن حفيظ. Semua orang berbahagia penuh dengan keberkahan karena yang menikah adalah anak perempuan daripada Habib Ali Mashhur bin Hafidh. الحبيب علي مشهور كان جالس في الليل في غرفته مع بعض الأحباب. Beliau di saat itu duduk di kamarnya dengan orang-orang yang khusus di sisinya. فقال لهم الحبيب مشهور بن حفيظ والله أن قلبي بدخول شهر ربيع أفرح من زواج ابنتي. Beliau pun berkata, demi Allah, sungguhnya hatiku ini dengan masuknya bulan Rabi lebih bahagia, lebih senang melebihi daripada bahagiaku dengan pernikahan anak perempuanku ini. لأنهم رجال عرفوا ما في هذا الموسم من عطايا فاشتد فرحهم. Inilah orang-orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Mereka mengetahui anugerah yang diberikan oleh Allah di malam-malam hari-hari seperti ini. Mereka berusaha mengambilnya. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا حقيقة في الدنيا والبرزخ والآخرة بحبيب الله صلى الله عليه وسلم. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita bahagia di dunia, di kubur, di akhirat, di barzakh dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونجعل أيها الأحباب من أمارات الفرح بهذا الحبيب في هذه الأيام التخلق بأخلاقه الكريمة. Di antara cara kita menampakkan akan kebahagiaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari-hari ini, kita berusaha melakukan adab daripada adab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. احترام الكبير، العطف على الصغير، التبسم في وجوه المسلمين. Memuliakan yang besar, merahmati yang kecil dan juga senyum dengan orang-orang muslim. حسن الظن بالخلق كما سمعنا في كلمة الحبيب الله يبارك فيه، نحسن الظن بخلق الله أجمعين حتى لو كانوا من أرباب المعصية. Berprasangka baik dengan semua orang walaupun nampaknya zahir ini adalah ahli maksiat. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا وإياكم بواسع جوده وإفضاله ومنه، وأن يمطر على ساحات قلوبنا ما يمطر على المحبوبين من عباده، وأن يتغشانا وإياكم بأنوار حبيبه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل تقريبه. اللهم زج بنا والحاضرين في حزبه، وألحقنا بركبه، واسقنا من شربه، وأسكننا في قلبه، واجعلنا والحاضرين من أسعد الناس به في الدنيا والآخرة. اللهم إنا قد حضرنا فرحا بهذا الحبيب، تبجيلا لهذا الحبيب، تعظيما لهذا الحبيب، رفعا لشأن هذا الحبيب. فنسألك اللهم أن تنسبنا إليه على كل حال، وأن تجعلنا على قلبه وعلى باله في كل حال، وأن تجعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفيعنا في قضاء حوائجنا أجمعين ودفع كروبنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح به قلوبنا وقوالبنا وأزواجنا وأولادنا وأهل حاراتنا وأحيائنا وبلداننا والمسلمين أجمعين. واحفظ اللهم بلاد إندونيسيا من شر الأشرار وطوارق الليل والنهار. اللهم ومن أراد هذا البلد بسوء أو مكر أو خديعة أو ضر فرد كيده في نحره.
وأدر دائرة السوء عليه واسلبه درك الإمهال واجعل تدبيره عاجلا يا ذا الجلال والإكرام. وأدم اللهم هذه المجالس وأعظم فيها النفائس وأدر عليها عجائب العرائس، واجعلنا فيها يا رب العالمين ممن نال فيها أعلى ما يناله عبادك المقربون. ومتعني اللهم بهؤلاء الحبايب، اللهم أطل أعمارهم بصحة وعافية، وارزقهم العمر المديد، وارزقهم العافية، وارزقهم الخير والبركة والصحة، وبلغهم من القرب منك ومن حبيبك وفي أهاليهم وذراريهم ما يرومون فوق ما يرومون. وبارك اللهم في مشايخنا من الخريجين والمدرسين، وبارك اللهم في الحاضرين أجمعين وفي السامعين، ومن كان في داخل البيت وخارج البيت، ومن كان في السوق، ومن كان ينوي ولم يحضر. اللهم اشملنا وإياهم جميعا بنفحة من نفحاتك ترفعنا بها إلى أعلى مقامات القرب منك، وتقضي لنا حاجات الدنيا والآخرة. يا رب اجعلها ساعة عطاء، وساعة كشف الغطاء، وساعة تسديد الخطى، وساعة ارتباط بحبيبك المصطفى. بلغنا فيها المنى وفوق المنى بألطاف خواف وعواف توام ودلال كامل عليك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعفو منكم. الفاتحة بنت الشفاء من كل داء والحمد لله الأصقام، خصوصا مع أوصانا بن سباع الحبيب حنيس بن حسين السقاب، والشريفة عزيزة بنت محسن الهادي، والحبيب عمر رافق بن علي بن حامد، والحبيب علي بن عبد الله بن حامد، وجميع من أوصانا بن شفاء، والطاهر والطاهر بهارون، وجميع من أوصانا بن شفاء، والأحمد رزقي bin Rayhan bin Syihab bi anna Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yaghdibu saqaman wala alama wa ala hadiniya wa bi kunatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa sharrim wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusran wa likulli hammin farajan wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bismillahi farrad, bismillahi marrad, bismillahi kharrad, bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi mu'afi, bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma rabban nas adhhibil ba'sa ishfi anta syafi wa 'afi anta mu'afi, la shifaan illa shifina ishfihim shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman ya kafi ya wafi hamid majid. Irfa anhum kulla ta'abin syadid wal mardi syadid jaisul adim jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alhamdulillah rabbil alamin. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid untuk malam besok bertempat di Masjid Al-Ansor di Jalan Nurdin Panji, Kebon Sayur, Kecamatan Sukarami atau arah Bandara Baru. Dan undangan juga untuk Maulid sore hari besok insyaallah akan diadakan di Musholah Kenduruan Tojo Ulu ba'dal asar.